فاحنا هنا مش هنحكم على حد، احنا كلنا في نفس الموضوع والمشكله مع بعض. في 3 علامات بشوفهم كتير جدا بيدل فعلا بجد الولاد دول عندهم ادمان. العلامه الاولى الغضب السريع والزياده والغير مبرر لما بيقفلوا الجهاز، او لما نقول خلاص كفايه سكرينز ولا كفايه شاشات لحد كده النهار. طفل كده تحس ان انت اخدت منه حاجه هو مش قادر يعيش من غيرها. والكلام دوت مش بيتكلم على الاطفال بس، حتى المراهقين كمان سلوكهم بيبقى عدواني جدا وسلوكهم بيبقى غير لطيف ابدا لما بيبعدوا عن الشاشات، او عموما حتى هم بيمارسوا الشاشات بشكل كبير. هتلاقي ان برضو سلوكهم اتغير جدا وبقى عدواني جدا عن الطبيعي بتاعهم، ودي علامه مش كويسه. العلامه الثانيه تركيزه بيقل جدا في اي نشاط بعيد عن الشاشه، زي مثلا القرايه، اللعب. ده انت لو حتى طلبت منهم ان هو يجيب لك حاجه من جوه ولا يرتبوا حاجه، بتحس فعلا بجد ان تركيزهم قليل ومش مركزين ابدا. ليه؟ لان هو ابتدى يرجع للحياه العاديه الممله، مفيش حاجه ان هي تقدر ان هي تديله دوبامين زي الشاشات، ففي اي حاجه بيعملها بيبقى تركيزه قليل جدا وضعفان وملان ومش قادر ان هو يكملها للاخر. العلامه الثالثه ان هو يطلبه اول ما بيصحى من النوم واخر حاجه قبل ما ينام، اللي هو كده لازم كورس مكثف. اول ما يصحى من النوم مش قادر، انا عايز السكرين، وقبل ما ينام برضو يفضل قاعد عليه لحد ما يقع من النوم.